السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن مسابقة البريد 2024. هنتكلم مين المفروض يقدم، هنتكلم لحد سن كام يقدم، هنتكلم عن شروط التقديم وهم محتاجين عدد قد ايه. اول حاجة، المسابقة دي هنقدم فيها او مفتوح باب التقديم من امتى؟ مفتوح باب التقديم هيبدأ من يوم 18 في الشهر. طيب، هم نزلوا في صفحتهم الورقة دي، تعالوا نشوف مكتوب ايه. هم عايزين 19 مهندس تخصص كهرباء وميكانيكا وميكانيكا سيارات، وعايزين 861 اخصائي مكتب بريد. خد بالكوا 861 ده من مصر كلها، يعني 800 واحد من مصر كلها. محتاجين 800 واحد، يعني مش 800 ألف مثلا، لا 800 واحد من مصر كلها. عايزين 800 واحد أخصائي مكتب بريد، وحتى ما كتبوش ولا أعلنوا إن هم عايزين من محافظات ايه، يعني هم قالوا إن هم عايزين 800 واحد من مصر كلها يكونوا مكتب بريد وايه أي مؤهل. بس انت بقى لما تيجي تقدم مش هيقبلوا أي مؤهل، يعني هو انت هتقدم بورقك بس مش أي مؤهل اللي هيتقبل. المهم، هم كاتبين هو اي مؤهل عالي، وكمان الخدمة خدمة العملاء برضو اي مؤهل، يعني تربية ماشي، اداب ماشي، علوم ماشي، اي كلية تمشي يشتغل خدمة عملاء. بس هم عايزين عدد 800 من مصر كلها، فهنا سايبينها مفتوحة مش مخصصينها في خدمة العملاء ومكتب البريد. عايزين 20 محامي يكون متخرج من ليسانس حقوق. طيب، ايه الشروط بقى؟ ان ما يزيدش السن عن 30 سنة، يعني 30 سنة ويوم مش هيبقى فيه خانة اصلا تقدم فيها على الكمبيوتر، لان التقديم بيبقى على الكمبيوتر. التقدير ما يقلش عن جيد. في وظيفة ليها اخصائي مكتب بريد، احنا قلنا ان هو مؤهل عالي، وعايز وظيفة المهندس ده يكون بكالوريوس هندسة، المحامي يكون متخرج من حقوق او شريعة وقانون. طب ايه الورق بقى المطلوب؟ مطلوب صورة شخصية، وبطاقة الرقم القومي، والفيش يكون موجه للتنظيم والإدارة. هتقولي ليه تنظيم والإدارة؟ لأن في امتحان في تنظيم والإدارة لازم تعديه. طيب، وإيه كمان؟ المؤهل الدراسي ده كله بيترفع على النت في الأول، وكارنيه النقابة لو انت مهندس، لأن كارنيه النقابة ده بيحتاجوه لو انت مهندس أو محامي. وموقف من الخدمة العسكرية ده للرجالة والشباب، والخدمة العامة للإناث. ده كله بيترفع الأول على النت، وبعد كده بنقدم الورق اللي بيقارنوا الورق بقى زيه، بس بعد ما بتنجح في الامتحان. يعني بتروح الأول تمتحن في التنظيم والإدارة في القاهرة، بعد كده بيشوفوا ورقك مظبوط ومطابق اللي انت قدمته ولا لأ. بس أنا عايزاكم تأكدوا وتركزوا على نقطة انهم عايزين 800 واحد من كل مصر، يعني مش مثلا مش من القاهرة فقط او من اسكندرية فقط او من المنصورة فقط، لا، من كل مصر. طبعا برضو لو في حد عنده اعاقة هيقدم شهادة التأهيل. وفي هنجيب من البنك ايصال ايداع ب26 جنيه، برضو موجه للجهاز المركزي، والحساب مكتوب اهو. وياريت اكون في الدكم مناسبة وظائف البريد المصري.